الموازين الأسبق كثير من الجزائريين تعاطفوا معه. علاش راح وكيفاش حس في ذيك الفترة لما غادر الوزارة، وكيفاش قال للسلطات الدولة الجزائرية بأنه رايو في روروة؟ أعطيني تصريح من فضلك إذا كان ممكن، تصريح مطول أعطيه لي من فضلك الآن من فضلك. هو اللي مسؤول، هو المسؤول، وساعدوه بكل حرية. علاه في أي اتجاه؟ على بالنا باللي من النهار الأول أناني إسلام، من النهار الأول والله العظيم جرحتني كي خليتني نهضر. شوف، النهار الأول قلنا لهم موشي صالح، النهار الأول على بالنا باللي إنسان جا لغروزنا، ما هوش اللي غروز كرة القدم ولا الديفلوبمون تاع الفوتبول ناسيونال. أو علاه سيدي، علاه سبحان الله. جيت أسئلة الوحدة من كنا، ها هو أخويا، ها هو لازم كل مسؤول يتقيم، نقيموه. يا ولدي، ها هو الشيء الوحدة، ها هو الزلت، ها هو الزلت. أنا والله العظيم فكرتني في حاجة برك مرة. أنا حتى قالت لي أخويا جيب البرنامج نتاعك، جيب له في الوحدة، جيب له في دعوت، جيب الوحدة، سيدون والله بالله العلي العظيم ما تدي دينار من الدولة الجزائرية. يا سيدي، دار منا، راح شاف رئيس الحكومة قال منا، قلت لهم والله ما يدي دينار. هاي نكون ما يخضعش القوانين الدولة، بالله ما يدي دينار. رئيس حكومة على بالك منه، قال لي لازم. قلت والله ما مديته، نكون يخضع كيما الكاراتيه، كيما كرة السلة، كيما كرة اليد. يجي برنامج تاعو هذا تولد على 12 شهر، الوحدة على كل هكذا. هيا نلعبوا لاعبين مع الفريق نتاع لاكيني هنا في الجزائر، ولكن يدربها نوزاري حفيظ الراشد. هيا سيدي، حفيظ الراشد في الكرة واحدة. واش قال؟ احنا قاعدين ماتش نول. للاسف ما مديناش، وزاره الشباب والرياضه ما مدتش لا سيبونسيون لافا. وين الوزير مسكين في المبادره الوحده، في مقابله ما بين لا غينيا والجزائر. شوف يا خويا، النتائج نتاع المنتخب الوطني كنا عارفينها من زمان، لان احنا درنا قوانين، درسنا ودرنا الشيء اللازم. كل رئيس فيدرالي اللي يفشل لازم يروح. قلنا باللي كاينين عهدتين، ماشي هذه في القاعده، ماشي حاجه اللي مغربه. شيء الواجب واللي قمت به درته في وقت ما حبوش يستعرفوا بالعمل اللي قمنا به. انا العبد الضعيف، انا هو اللي درت سيدي موسى. كيفاش الحكومه تطلبوا اللفاف هذا سيدي موسى كان الشباب، ماهوش كان متجه الا للفريق الوطني. انا الشيء اللي صار والله بالله العلي العظيم بكيت 3 ايام واني مريض لان علاه هذه الشيء اللي صار حقره من جهه لفاف حقره. علاه اخويا، علاه
علاش الشيء هذا يصير؟ لا كيفاه الوحده 40 30 مليون شاب في الجزائر ما يكونوش فريق نجيبوه غير من الهجره. هذا الشيء غريب. والناس تفرح ودير البندير، احنا جبنا فلان باللي امه جزائريه ولا باباه جزائري. او سبحان الله. هذا اللاعبين من بلومي، الماجر، الفرقاني، القاسي السعيد، هذم الكل ما تكونوش باش يكونوا مدربين، ونجيبوا حنا الناس ماوش معروف. الا الحقره الا شوف، والله انني مريض يا اخي، اني مريض صح. بعد والله ما نسامح لهم اليوم القيامه، لان خانوا كل شيء من جهه الشباب. الشاب الجزائري ماهوش هذا لي هذا يمريك ساعة. هلا سبحان الله. كان عنده أبوه وباباه جزائري، والوحدة ما يعرفش حتى فيلاج في البلاد. يجي ويسب وندو له صوان ولازم يحطهم قبل ما يلعب. قال بون صحة. وحنا الوحدة الفريق هنا قال من هذه جيب واحد من افريقيا. الا والله جرحتني، وانا كنا معاكم ما عادش نحضر. جرحتني كي قلت لي هذا. على هذا الشيء هذا ماهوش هذه خيانه متجهه لشباب الجزائر. علاه واحد مسكين هيا سيدي قلت له نقصيوه من التربيه الوطنيه، نديروا له الوحده. ها هم اعطيله فرصه باش يربح حياته. كيف يربح حياته؟ علاه؟ انا في كرة القدم، في كرة السله، اعطيله فرصه. علاه؟ منا قسيته، منا حقرته، منا نحيته من المستقبل، ومنا ها هو هيا اعطيه. خلي هذا سي فلان لازم يروح يحوس على في النرويج ولا في بلجيكا باللي واحد باللي باباه ولا امه جزائريه. مش عارف انا وش نتحدث. طبعا هذا هو الوزير الاسبق اللي كل جزائري يتصلوا بنا يقول لك انه كان راجل ونحبوه كثير. سمحتوا وش قال لكم؟ قال لكم والله ما يسمح له حتى اليوم القيامه. يا الله، حتى اليوم القيامه.